قولي لي عجزتي ديري شوربة. اليوم جبت لكم شوربة اكسبريس راح تجيكم بزاف هايلة. شوفي كيفاه جات مجمرة، جات بزاف بنينة. درت لكم تاني اون كيش تاع السلق، جات تاني بزاف خفيفة. يلا معايا نبريباريو الشوربة. انا استعملت كوكوط، من الاحسن تستعملوا كوكوط هكا طيب لكم بالخف. درت شويه زبده مع شويه زيت الزيتون، وكان ما تكونش على خضره، البصل المقطع، شويه لحم. نتوما تقدروا ديروا الدجاج، اللي ما عندوش اللحم يقدر يدير الدجاج، مع شويه تاع القزبر والحميصه والخضره اللي حبيتوها. انا كانت متوفره عندي زروديه، درت زروديه، ودرت مور كبيره تاع لا طوماط كونسونطري، و لي زيبيس اللي درتهم بافون نوار، ودرت شويه تاع الكركم مع القزبر، ودرت شويه لي زيبيس تاع البولي مع القرفه. هذا ما كان واش درت. وتاني البابريكا وشويه تاع الملح، خلطتهم مليح نخليهم دوكا يتقلاو شويه. وفي وقفه راح تكملوا هاد الشربه. اذا راكم حابين ديروا الفريك، باش انا درت فيرميسيل، حبيتو ديروا فريك تقدروا ترموا دوكا الفريك وتخلوه يتقلى مع الخضره تاعكم، كتجيكم بزاف هايله تاني. شوفوا كان عندي سلق، شويه سلق في الكونجيلاتور، راح نطيبو ونديرو في لاكيش. درت في مقله شويه زيت الزيتون، وراح نخلي هذاك السلق يدبل. درت له قرصه برك تاع الملح، ما ديروش بزاف، ما بالكم السلق راح يدبل ويولي ما فيه والو. بعد ما دبل لي شويه تاع السلق، درت صوص السوج وصوص تاع الثوم مع شويه فلفل كحل، وراح نخليهم يطيبوا. هاوليك السلق طابلي ونشفته مليح من الماء، هكذا نحيه من النار. وبريباريت لاباط تاع لاكيش، بغيت بريباريها معكم. ما عنديش بزاف، حطيت لكم لاوسيت تاع لاكيش سبيسيالمون تاع السلق. هذه تاني تاع السلق بصح ما درتهاش بالحليب برك، درتها بلا كريم فريش والحليب. هذه درتها غير بالحليب وجات تاني بنينه. درت زوج حبات تاع البيض، ودرت لي فروماج، وزدت زدت لها فلفل كحل وشويه تاع الملح. ودوكا راح نزيد كاس ونص تاع الحليب. دوكا تقدروا ديروا كريم فريش مع الحليب، مام بالحليب تجيب ريحه. بصح انا ما نكذبش عليكم، تعجبني تاع لا كريم فريش، خايف تجيب بنينه اكتر. المهم درت كاس ونص تاع الحليب، خلطهم كاع. ودوكا راح نزيد السلق، وراح نخلطوه كاع كيف كيف. بعد ما تكملوا تخلطوا كاع، راح تحطوه فوق لاباط ديريكت، وطيبوا كلش في الفور على درجة 180. وتلقاو هذيك لاكيش طابت في لي بورديون مليح، حمارت مليح، وخرجوها. دشتوها ما طابتش من الفوق، زيد يعني ما حمارتش من الفوق، زيدوا حمروها من الفوق وخرجوها. سيو كيفاش تساووها مليح هكا باش ما تجيناش جهة طالعة وجهة هابطة كما هكذا، وندخلوها للفور. ويكون الفطور تاعنا واجد، ولا العشاء تاعكم واجد بالخف. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفة. شوفوا بعد ما طابت لي الشوربة، راح نحي اللحم هذاك، نحي هذيك الزرودية، وراح نميكسي هذيك الزرودية، نحي شوية من هذيك لاصوص، ونحط زرودية في الأشوار مع لاصوص، ونرحيهم ونحطهم في الشوربة. حطيتها في الشوربه، وزدت حطيت تاني الفيرميسيل، درت حوالي 3 بغارف برك تاع الفيرميسيل، ما درتش كونتيتي كبيره. خليتهم يطيبوا مليح، خليت الفيرميسيل هذاك يطيب، وخليت هذيك الشوربه تتجمر مليح، تتقل شويه كيما هكذا. وما تنساوش تحطوا لها مع الاخر شويه تاع الحشيش مع شويه تاع القرفه، وثاني تزيدوا ثاني شويه تاع النعناع اليابس. وهذه هي الوصفه، ان شاء الله تنال اعجابكم، ونخليكم في وصفه جديده ان شاء الله. مع السلامه.